بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص من شاء من عباده بفضله، واصطفى من شاء من رسله، فكان آخرهم محمد خاتم رسل ربه، عليه صلوات الله تترى، وعلى آله وصحبه، وبعد. فقد اطلعت على كتاب الدرر الصفوانية في تعبير وشرح الرؤى المنامية. اطلعت على كتاب الدرر الصفوانية في تعبير وشرح الرؤى المنامية للمعبر أبي سفيان مصطفى الصفواني وفقه الله، فوجدته كتابا قيما مفيدا نافعا لطالب العلم، سلك في تأليفه مسلك الشهاب العابر، والمعبر مصطفى من المعبرين المجيدين لعلم التعبير، وقد نفع الله به في هذا العلم، فكشف بواسطة الرؤى أسحارا وكتبا للسحرة والمشعوذين، وأعان بواسطة هذه الرؤى على علاج المرضى والمصابين، فأحسبه والله حسيبه في هذا العصر من خيرة المعبرين. وهذا العلم هبة من الله وعلم يكتسب، فإذا اجتمع في المعبر هذان الأمران مع التقوى والورع أصاب في تعبيره، وقد خاض غمار هذا المجال الذي هو بمثابة فتوى أناس ليس معهم قواعد هذا العلم ولا أصوله، وقالوا على الله بغير علم وأضروا وأضلوا، نعوذ بالله أن نكون منهم. أناس ليس معهم قواعد هذا العلم، ليس معهم قواعد هذا العلم ولا أصوله، وقالوا على الله بغير علم، وأضروا وأضلوا العباد بتجرئهم في التعبير طلبا للشهرة أو طلبا للمال، فعبروا للناس حسب أهوائهم وتخرصاتهم. فالرؤى ألغاز ورموز وظاهر وباطن، ليس بإمكان كل فرد بل حتى كل عالم فك هذه الرموز وحل هذه الألغاز، إلا من خصه الله بهذا العلم وفتح عليه فيه. وأخيرا أسأل الله أن يسدد ويوفق أخانا المعبر مصطفى الصفواني على تأليف هذا الكتاب النافع بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.